السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل التعليم العالي تنفي تعطيل الدراسة بالجامعات، القرار المتداول غير صحيح. نفى الدكتور حسام عبد الغفار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما يتردد بشأن تعطيل الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا واستكمال الدراسة عن طريق التعليم عن بعد. وأكد عبد الغفار اليوم السبت أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية التعليم العالي المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، وهو قرار غير صحيح تماما. وشدد مستشار التعليم العالي على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار من مصادر مجهولة، مؤكدا أن أي قرار لوزارة التعليم العالي يتم نشره على الصفحة الرسمية لها وعلى موقعها الإلكتروني. وجرى تداول منشور منسوب للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على نطاق موسع بشأن تعطيل الدراسة في المعاهد والجامعات والمعاهد العليا واستكمال الدراسة عن طريق التعليم عن بعد بداية من 27 ديسمبر ولحين انتهاء الفصل الدراسي الأول. وتضمن أيضا تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في الفترة من 30 يناير وحتى 18 فبراير لسنة 2021. كما اشتمل القرار على أن يتم استخدام المستشفيات الجامعية وملحقاتها كمستشفيات عزل صحي. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.